ازيكم عاملين ايه؟ معاكم سهام. تعالوا النهارده نروح وول مارت، هنجيب من هناك كفته لحمه مفرومه زي ما انتم شايفينها كده. انا بحب دايما اجيب القطعه دي على بعضيها، هي بتبقى كبيره. بقسمها، هوريكم ازاي بقسمها كده. بقسمها ل3 قطع زي ما انتم شايفين. لو حابين تقسموها اكتر من كده براحتكم. بجيب اللي هي الاكياس الزبد ديت، ده الرول على بعضه، بجيبه من دولار تري. ببدأ افتحها زي ما انتم شايفين واخزنها في الكيس. دي طريقة، يعني انا عاملة كذا طريقة في فيديوهات تانية هنزلها لكم وتشوفوها وتتعلموها معايا. دي اول طريقة، بحطها زي ما انتم شايفين كده وخلاص. بقسمها على الكيسين وبحطها. في نفس الفيديو هعرفكم ازاي تعملوا كفتة وتطلع طعمها تحفة. سواء بقى عندكم الاير فراير اعملوها معايا على الاير فراير، ما عندكوش هنحطها في صينية وندخلها الفرن. للناس اللي في مصر او الناس اللي في امريكا، انا هقولكوا على كل الحاجات اللي هتكون موجودة هنا او هنا. يعني للناس اللي في مصر هتجيبوا اللحمة المفرومة من اي مكان وتعملوا الطريقة اللي انا بعملها بكل المكونات اللي انا هعملها. للناس اللي في امريكا هتجيبوها من وول مارت. بصراحة دي احسن لحمة انا بحبها واحسن طعم انا بحبه. في منها احجام صغيرة، لو حابين تجربوها الاول بدل ما تجيبوها كلها بالحجم ده بعد كده ما تحبوهاش، ممكن تجيبوا الحجم الصغير وتجربوها. كده حطينا الكيسين بتوعنا في الفريزر، وهنمسك القطعة دي نبدأ نعملها مع بعضينا. عندي بصلاية مفرومة صفيتها حلو جدا من المية، عندي بصل باودر، وعندي سيزون، عندي كمان توابل كفتة بتجيبوها من عند العطار جاهزة او من امريكا بتجيبوها من المحلات العربي. عندي كمان ملح، بتحطوا الملح على قد ما انتوا حابين. وكمان عندي مرقة دجاج، الباودر بتكون احلى. وحطيت كمان نص معلقة من الفلفل، وكمان ربع كوباية من البقسماط، وبيضتين. البيضتين دول بيخلوها طعمها في حتة تانية، وبيخلوها طرية قوي وجوسي. لو ما بتعملوهاش بالبيض جربوها. كده حطينا فلفل اسود عليها فما فيش اي زفارة. عجناها كويس، هنسيبها في التلاجة شوية نص ساعة قبل ما نبدأ ان احنا نعملها. كده هنجيب مية البصل اللي حطيناها على جنب، وهنجيب الاير فراير بتاعتنا ونبدأ بقى نصبعها بالحجم اللي انتوا عايزينه او بالشكل اللي انتوا عايزينه. كده هنصبعها صوابع كده على السريع. تمام كده، دي الكمية اللي انا حابة اعملها دلوقتي. الكمية التانية هتشوفوا لها فيديو تاني، هنزل لكم اللينك تحت ده لما اعمله انزله. عملت بيها حاجة تانية وحفظتها في الفريزر بطريقة وبشكل مختلف هتشوفوها. دلوقتي هعملها على درجة حرارة 300 وعلى ربع ساعة. ما ننساش احنا بنعملها على وقت قليل، بعد كده نفتح عليها نشوفها محتاجة وقت تاني بنضيف تاني علشان ما تتحرقش مننا. عملتها على 15 دقيقة وبعد كده دخلتها شوية كمان، عملتها كمان 10 دقايق بعد ما قلبتها. بصراحة ريحتها كانت تحفة. دخلتها مرة كمان وكملت ال10 دقايق بتاعتها. وادي شكلها بعد ما طلعت. بصراحة تحفة، ريحتها كانت تجنن وكانت طرية جدا جدا. جربوا بجد حتة البيض اللي انا عملتها هتعجبكم. ما تنسوش لو انتوا بتشوفوني على قناة اليوتيوب تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل فيديوهاتي. وكمان لو بتشوفوني على البيج على الفيسبوك اعملوا فولو، اعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. اتفرجوا معايا على الشكل وعلى الحلاوة. استنوا الفيديو التاني هينزل بباقي الكفتة عشان تشوفوا انا عملت فيها ايه. اتفرجوا بقى، شايفين طريقة ازاي؟ تحفة. كل اللي اكلوا الكفتة بتاعتي بجد عجبتهم. لو انتوا بتسمعوني قولولي رأيكم بقى في الكومنتات. في كفتة كنت عاملاها بالبصل كانت تحفة، بخلطة البصل. هي نفس الكفتة دي ونفس الطريقة، بس كنت عاملة لها خلطة بصل حلوة قوي. يلا بألف هنا علينا وعليكم.